سيبيه يمشي، سيبيه يكلم ستات على السوشيال ميديا، سيبيه يقعد معاهم في كافيهات، سيبيه يقعد ويخرج في العربية وياخد له لفة كده، سيبيه يخونك، سيبيه يعمل اللي هو عايز يعمله، واوعي تتمسكي بيه، اوعي تمشي وراه ولا تحاولي ترجعيه على اللي هو عايز يعمله، سيبيه. هقولك ليه. بصي بقى الحكايه الحلوه دي اللي هتفهمك ليه تسيبيه. هنتخيل ان انتي قاعده صاحبه بوتيك، بوتيك ده بيبيع ماركات عالميه في الملابس، وجالك واحد بيشتري منك ومتعود عليكي من سنين ان هو ياخد منك انضف واجود الاقمشه والانواع والاذواق، وهو اسعاره معقوله بس حاجه نظيفه قوي. والراجل ده فجاه كده بدون سابق انذار، مع انه بقاله سنين متعود على الحاجه الحلوه اللي انت بتديها له، قرر انه لقى واحده قاعده على الرصيف بتبيع برضه هدوم شبيهه بالهدوم اللي عندك. انت مثلا بتبيع القميص ب 700 جنيه، هي بتبيع القميص ب 7 جنيه. فقرر كده فجاه مره واحده يعني يقول لك ايه، انا همشي وهاخد من الست اللي قاعده على الباب دي اللي بتنادي تقول يلا قرب بسبعة بسبعة بسبعة، وانا خلاص مش هاخد من عندك كده تاني، انا عايزه اجرب اللي بره. هتعملي ايه؟ هتسيبيه، هتسيبيه. يلا روح جرب، روح جرب وخد لك لفه بره كده، شوف الدنيا ايه. هيروح وهياخد من ابو سبعة وهيبقى معجب قوي وفرحان جدا لدرجة ان هو يقول لها لا خلي ال7 ب70، وهيجرب كده ويلبس بقى القميص كده من هنا. هتلاقي جسمه نفسه مش قادر يستحمل القميص، ممكن ساعتها يبان قدام الناس كلها ان هو فرحان ومبسوط واخد حاجة سعرها قليل وحاجة جميلة ومريحاه، هيبان كده من اول طلعة قدام الناس. لكن من هو في قرارة نفسه هيبص هيلاقي نفسه الخامة اللي هو اخدها الرديئة دي وحشة جدا، بتعرقه، بتعمل له تسلخات، وطلع ان هو موهوم بان الحاجة دي جميلة وهي مش جميلة في الاخر. وهيرجع للبوتيك يخبط على الباب ويقول انا عايز ارجع تاني للحاجة والبضاعة النظيفة. خدي بالك القرار قرارك، هو كان في نعمة وروح للنقمة، براحتك. عايزة ترجعيه رجعيه، وعايزة تسيبيه سيبيه. عشان كده انا بقولك سيبيه. انا غادة اتمنى لكم السعادة، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.